عنصر الشرطه المصري هو اكفأ العناصر ولا جدال في الكلام دوت، اكفأ العناصر في منطقه الشرق الاوسط، لانه بيشتغل باقل الامكانيات وبيحقق نتائج الى حد ما كويسه، وفي نفس الوقت واقف قصاد ارهاب غاشم باقل المعدات اللي ممكن يتم العمل بيه. الاعتماد على العنصر البشري او الاعتماد على الكم فقط هو شيء ممكن ما يكونش مجدي. وانا هضرب بمثال احدى الدول العربيه اللي بتعاني من عمليات ارهابيه منذ عام 2006 و2007 حتى اليوم، صرفت اكتر من ما يقرب من نص مليار دولار على اجهزه الكشف عن المفرقعات او صد السيارات المفخخه او كشفها. ومع ذلك نظرا لضعف عنصر الشرطه وكفاءته هناك، هم حتى الان مش قادرين يمنعوا الهجمات الارهابيه اللي بتحصل بشكل يومي. انما هنا في مصر زي ما قلت لك عنصر الشرطه هو من اكفأ العناصر الموجوده في الشرق الاوسط، بيشتغل باقل الوسائل والطرق البدائيه، ومع ذلك هو مستمر وبيصد الهجمات وواقف على رجليه وصامت في وش الارهاب. طب ما بالك لو تم تدعيمه ببعض وسائل الدعم اللوجستي او الوسائل المتطوره في الكشف عن المفرقعات او في اطفاء الحريق او في وسائل الثانيه، يعني وسائل الحمايه المدنيه ككل، يقدر يدي نتيجه ممكن نضربها في 20. لو زادت نسبه التوعيه عند المواطن واصبح المواطن بعد ما كل يوم بنشوف قنبله محطوطه في مكان ما على مرأى ومسمع من الجميع وكانهم فاقد البصر تماما، المفروض المواطن النهارده هو شغال ضابط بوليس او ضابط مباحث، المفروض ان هو ماشي حاطط عينيه في وسط راسه، لان الداخليه مش تقدر تعمل حاجه لوحدها، فمنوط بيه ان هو اول ما يركب اتوبيس، اول ما ينزل مترو، اول ما يمشي في الشارع، ان هو يطلع يقول او يبص يمين وشمال ويطلع يا جماعه في حاجه هنا، في حاجه هنا، مفيش حاجه كافيه والكمال لله وحده. ومهما احنا كرجال امن او رجل امن او ضابط شرطه او فرد او مجند قدرت تقول له انا وفيت لك كافه مطالبك، يقول لك لا. ليه؟ لان هو بيبص للموضوع امنيا بشكل تاني، ومفيش مكان بيتم تامينه بشكل 100%، ومفيش منشاه بيتم تامينها ب 100%، ولا وسيله تنقلات ولا شخصيه هامه بيتم تامينها 100%. ده للامن بشكل عام او بفكره عامه عنه. فعشان تقول موجود دلوقتي وسائل تقدر تامن 100%، لا، انا اقول في عنصر كفء بيبقى واخد باله او ملاحظ جيد او متابع جيد للحاله، لو تم تدعيمه بوسائل اكتر تقنيه ممكن يؤدي النتيجه فعاله اكتر. دي شهاده من النقيب هشام صالح، خبير امني بمركز البحوث والدراسات الامنيه ومتحدث باسم نادي ضباط الشرطه السابق. الراجل يتكلم بموضوعيه شديده جدا، بيقول انه الكفاءه البشريه وكفاءه ضباطنا وافرادنا في الشرطه المصريه هي الاعلى في الشرق الاوسط، وهذا حقيقي. وبيقول انه صعب جدا انهم يشتغلوا بدون امكانيات زي ما موجوده في الدول الاخرى، امكانيات اللي اتكلم عنها سياده المساعد، وقال ان احنا محتاجين امكانيات فعلا، وده طبعا محتاج فلوس، محتاج اموال كبيره جدا. وقال ان المواطن عليه عبء وعليه دور، وده اللي قلناه في البدايه، ان المواطن يجب ان يكون جزء من هذه المنظومه الامنيه، لان مش ممكن شنطه زي دي تتحط في محطه سكه حديد او مترو والناس رايحه جايه على الناس قاعده جنبها ولا حد بيسال ولا حد بيبلغ. دي شهاده موضوعيه من النقيب هشام صالح. اسمحوا لي ان ارحب بضيفتنا التي انضمت الينا الصحفيه الاستاذه هدى سعد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. نورتي. ميرسي. صاحبه هذه المغامره او اللي زرعت هذه الحقيبه في محطه سكك حديد مصر وفي محطه مترو الشهداء وفي محطه مترو ماري جرجس. قبل الفاصل كان الاستاذ سامي عبد الراضي بيطرح انه الامن الجنائي في مصر في شغل كتير جدا، وهذه الحرب المستمره منذ بدء الخليقه حتى نهايتها بين اللص والشرطه هتدنها مستمره طول الوقت. ولكن يتحدث عن فكره الارهاب، فكره ان احنا المفروض يكون عندنا اجراءات استثنائيه لمواجهه الارهاب، وبالتالي فكره انه يكون عندنا تقسيط دي وارده، وايضا ايجاد حلول او سد هذه الثغرات ايضا مطلوب. تعقيبا على كلام حضرتك، بالنسبه للعمليات الارهابيه هناك في العديد من الاجراءات بيتم اتخاذها. مش بنقول محتاجين امكانيات ان احنا مكتوفين الايدي وبنقول اما الامكانيات تيجي هنشتغل، لا. وفي نفس الوقت مش من الانصاف، معلش يعني انا عارف ان سيادتك راجل محترم وراجل فاضل، ان انا اعمل حلقه
على كامله حقك. عشان حقيبه اتلقت على رصيف وحقيبه تانية اتلقت على رصيف. طب وفين المجهودات الغير عاديه اللي الناس بتبذلها؟ المخفي جهد الناس واختزلوا في حقيبتين تم دخولهم لرصيف في مترو ورصيف على محطه في قصور. ما احنا بنتكلم عن ده طول الوقت. بس في مقابل هذا القصور يا استاذ مجدي مئات الوقايا ومئات الجهود اللي بتبذل يوميا لاجهاض اجسام غريبه، لاجهاض مواد متفجره، لضبط عناصر اللي كان بيحرق في قطر واتظبط في وقتها بمعرفه الخدمه اللي موجوده، اللي رمى قنبلتين لسه اول امبارح على السنترال بتاع عين شمس وتم اجهاض القنابل، اللي كان بيرتكب اي فعل اجرامي حاولوا يفجروا شريط السكه الحديد في العياط وتم اجهاض 3 انابيب غاز وتم ضبط المتهمين. يعني عايز اقول اي قطر بيوصل القطار سواء مترو او اي قطر بيتم تعقيمه بمعرفه كلاب الكشف عن المفاعلات امنيا. امنيا. ايوه يا سياده المساعد، بس احنا طول الوقت في الاعلام بنتكلم عن جهود جهاز الشرطه، عن تضحيات ضباط وافراد الشرطه، وفي هنا بس نقطه عايز اتوقف امامها مهمه جدا عشان يبقى الحوار ايجابي. فكره انه هو مين اللي بيموت اكتر؟ مش ضباط الشرطه؟ بيستشهدوا؟ لا مفيش طب ما احنا بندافع عنهم دلوقتي. مفيش خلاف يا فندم. ما احنا بندافع عنهم. ايوه تمام. لانهم بيضحوا بارواحهم عشاننا. فاحنا لو كنا بنطالب بزياده الامكانيات للشرطه فده هدف ايجابي، واذا كنا بنطالب بسد الثغرات الامنيه وايجاد نظام متكامل للشرطه في تامين الاماكن الحيويه والمنشات والافراد فده برضو ايجابي. احنا بنتكلم في منطقه محدده، تضحيات من الشرطه اكتر من اي جهه تانية. تتكلم سيادتك عن شق الارهاب والاستهداف والمتفجرات. بقول لحضرتك ابداها من رحله الصباح الباكر. المترو او القطر وهو متخزن بيتعقم ويتم تفتيشه والكشف عنه تماما لضمان خلوه من المفرقعات. قبل ما بيطلع الصبح بيتم مسح المحطات، وفي جرار استكشافي بيطلع الصبح معاه قوات بيطمنوا على الطريق. ده مبدئيا. بعد كده عايز اقول لحضرتك ان عربات المترو اللي بيستقل المترو يوميا، انا مش هقول انا بنزل مع قيادات الاداره العامه للنقل والمواصلات اللي بيركب المترو يوميا، يعني بمعدل ما بيعديش، مثلا لو عدى يوم يبقى كويس، وبسمع الناس وبطمن على احوالهم وبشوف اداء الناس شغاله ازاي وبيقوموا بحملات دلوقتي. انا عايز اقول ايه؟ الكمال لله وحده. مش بقول انهم هيحققوا نسبه امن بنسبه 100%، لكن اما يشوفني دلوقتي ويحس ان انا بقى مضلم الدنيا قدامه وانه راجل بقى ما فيش تواجد على المحطات وانه راجل ما بيشتغلش، طب ما هيصب احباط، ما بشر برضه. استاذ مجدي. طب استاذن حضرتك بس يا استاذ سامي. استاذه هدى، انت هدفك من التحقيق اللي عملتيه ده ايه؟ هل كان لمحاوله اظهار تقصير امني ودور مواطن غائب وغيره؟ ايه ملاحظاتك؟ ايه اللي توقفت امامه وانت بتعملي ده على مدى اكتر من يوم؟ هي المغامره بدات بالصدفه. تمام. الغرض من المغامره كان كشف ان في قصور امني، دق جرس انذار ان في امكانيات ومفيش من يتولى المهاره او الكفاءه بالقيام على هذه الامكانيات من كاميرات مراقبه في محطه مترو ومحطه مصر. برضه توعيه المواطن المصري اللي متواجد على مدار 24 ساعه في محطه المترو ومحطات القطر، جنبه شنطه ممكن تبقى قنبله. في فيديو من الفيديوهات بتاعت مالي جرجس بالتحديد، المواطن اللي كان جنب الشنطه دي على فكره ما كانش مواطن، كان متوقع ان دي حاجه مش في دماغه انها قنبله، متخيل ان دي حاجه ممكن ياخدها ويمشي. ده يعني المواطن المصري اصلا ده ضعف وعي. مفيش توعيه. سياده اللواء انا لما عملت معاه الحوار ووعدني ان لو انا كشفت له ان هناك قصور امني هيتولى معاقبه المقصر، ولا هناك تهاون مع مقصر، وان لا هناك تهاون مع مقصر. اكيد. اكدت له في الفيديوهات ان في شرطه سريه وشرطه نظاميه متواجدين جوه المحطه، قاعدين في تجمعات على جنب
بيتكلموا مع بعض، دي موجوده في بعض الفيديوهات بتاعت، احنا عندنا فيديوهات كتير ما عرضناهاش. في بقى ابواب غير شرعيه، سياده اللواء برضو قال لي ان الهيئه مسؤوله، هيئه سكك الحديد مصر هي المسؤوله عن سد الابواب الشرعيه. ولما لجأت للهيئه عشان اسال الابواب اللي بيدخلوا منها المجرمين ان كانوا نشالين او ايا كان، نشال، حد عايز يزرع قنبله، حد داخل بسلاح، عايز يركب القطر من غير تذكره، اي طريقه غير شرعيه يدخل بيها على محطه القطر، الهيئه ردت عليا قالت لي الشرطه هي المسؤوله عن سد الابواب دي. يعني في تبادل، الطرفين بيرموا العبء على الابواب ايه بس الاول؟ الابواب غير شرعيه، الباب اللي انا دخلت منه يا ست الابواب الخلفيه اللي هي دخلت منها من محطه سكه حديد مصر من السبتيه من ورا اللي هي عدت. ممكن نشوف المشاهد يا جماعه مع بعض. استاذه هدى وهي بتعدي على مش من الباب الشرعي للمحطه، بتعدي من الخلف، من الباب الخلفي اللي هو مش باب نظامي، يعني بتعدي منه من السبتيه من ورا، وبتعدي قضيب القطر نفسه، وبتطلع من على الرصيف وبتنط وبتحط الشنطه. هل ده مسؤوليه وزاره النقل ولا مسؤوليه انا مش عارف المكان فين بالظبط، يعني المكان يعني هو سوق السبتيه. سوق السبتيه، سور من على سور من اهو هيجي معانا يعني استاذ عادل المخرج هيجيب لنا اهو دي اللي بيعدي منها القطارات. ايوه، بعد البوابه دي في مكاتب اداريه. انا كده عديت من عند السور، عديت القضبان الناحيه الثانيه. في مكاتب اداريه وفي ناس مواطنين كتير داخلين خارجين، ما فيش مشاكل، احنا متفقين. هي هدى بتتكلم كمان عن نقطه مهمه جدا، يعني هي حياه المواطن، لا يوجد استهداف ولا في حلقه مخصوصه معموله علشان الشنط. بس اقول لحضرتك على حاجه، هي بتتكلم عن نقد للمواطن. يعني احنا الان ننتقد تساؤلات المصالح العام، كلنا بنسعى ليه، يعني احنا بننتقد انفسنا ايضا، ونقد للشرطه، ونقد لوزاره النقل، ونقد للمسؤولين في هيئه السكك الحديديه. فهي الفكره ان احنا لو ما حطيناش نفسنا قدام الحقيقه دي مش هنصلح. انا يسعدني تقبل اي نقد عشان نعدل نفسنا ونصلح من نفسنا كلنا، ونحاول ان احنا، والامن بلا تعديل في خططه وتطوير ادائه مش هيتقدم. يعني انا لازم اسمع راي حضرتك. انا بقول لحضرتك بنزل في وسط الركاب في العربيات عشان اسمعهم، اعدل الخطط الامنيه بتاعتي بناء على المتغيرات اللي موجوده. فيعني دي ما تزعلناش، بس انا بتكلم في جزئيه ان احنا برضو يبقى في مع السلبيات اللي موجوده، اللي احنا لا يمكن هنوصل لدرجه الكمال، لازم فينا سلبيات، ولازم في قصور، ولازم ناس تتحاسب، ولازم الناس تتكافئ. ما اغفلش الايجابيات اللي الناس بتقدمها، بس ده اللي اقصده يعني. طيب هناخد معلش يا استاذ سامي، استاذ يسري الاول. بس عايز اقول لحضرتك كلمه صغيره. احنا النهارده موجودين عشان نحل مشكله، مش عشان نهاجم، مش هدفنا الهجوم، لكن عشان نحط ايدينا على المشكله ونحلها. احنا اكتشفنا كده 50% منها ان هي في مشكله، ال 50% الباقيه او المفروض تتحل من قبل وزاره الداخليه. يعني احنا بنساعد الداخليه مش بنهاجم الوزاره زي ما حضرتك بتقول. الجهود اللي بقول لحضرتك عليها ابطال مفعول 99% او 98% او اكتر من 99% من الاجسام اللي بتبقى ايجابيه، والانتقال ل 100% من الاجسام، سرعه الانتقال وفحص الحالات السلبيه. عندنا احنا على فكره ليل ونهار بنقول الكلام ده يوميا، ليل ونهار بنقول الشرطه عملت، والشرطه ابطلت، والشرطه والابطال، مش عايزين حد يقول ابطال والله. لا خلي بالك، لا ده حقنا، مش حق الوزاره، ده دورنا الولاد اللي في الشارع. بس اللي بيموتوا اكتر بسبب بعض الاخطاء هم مش شرطه، لانهم اهلنا، لانه مش اهلنا، اخواتنا، واللي بيضحوا يعني عشان اي مواطن مصري من اللي بيشاهدنا دلوقتي ينام في بيته مطمن ويتحرك وهو مطمن، في ضابط شرطه بيموت. يعني احنا متاكدين من ده، بس هي الفكره ان احنا بنساعد بعض لسد القصور. استاذ ايهاب. سياده اللواء، احنا احنا ما بنغفلش دور الشرطه نهائي. الشرطه بتقوم بدور عظيم جدا جدا جدا، اشكرك. بس اللي احنا بنقوله حاجه واحده بس، ان اللي بيموتوا من الشرطه دول اهالينا واخواتنا، ويعني كل حاجه لينا. بس اللي احنا بنتكلم فيه ان عايزين نشوف ايه الحل اللي ممكن نوصل له، بحيث ان اذا كان في حاجات احنا عرفنا نبطل مفعولها
بس في حاجات تانية انفجرت. طب ازاي نوصل لمرحله اعلى مش 100% بدل ما 70% نبقى 90%؟ احنا مش هنوصل لل 100%، ما اختلفناش، انا مع حضرتك تمام، بس بدل ما احنا 50 نوصل 60، نوصل 70، نوصل 80، نوصل اكتر. طب عشان كل مدى نتقدم. عشان كده انا بقول لحضرتك ان المنظومه تكمل بالمواطن اللي بيرتكب فعل انه يحط اي جسم غريب او متفجرات في مكان. ده انسان خسيس ما فيش ضمير ولا في اخلاق ولا عنده اي ولاء ولا انتماء للبلد. تمام. فممكن الجسم الغريب ده ممكن يتحط فوق شجره زي ما حصل، ممكن يتحط في حاره، ممكن يتحط في سله مهملات. تمام. مش ممكن هتقدر انت كجهاز شرطه تغطي كل ارجاء عاصمه زي القاهره مثلا. عشان كده بقول هناك دور مش دفاعا عن الشرطه، بس لازم نتعاون. اللي يشوف حاجه يشك فيها كلام كويس. بس في حاجه يعني في حاجه اتقالت قبل كده ان احنا المفروض يبقى في توعيه للمواطن، بمعنى ان انت حضرتك تقول لي كراجل شرطه تمام، قول لي انا ازاي اشوف مثلا فلان ده بيعمل كذا او شخص بيعمل كذا، قول لي حضرتك ده ممكن تتعامل كاعلام ربما بالظبط. الاعلام اوكي، بس الشرطه كمان الشرطه ليها دور تاني غير دور انها توعي المواطن. الشرطه دورها ما تشوف شغلها، الشرطه هتقول للاعلام والاعلام يوضحوا لي. لكن برضو ليه ما نبقاش احنا بدل ما احنا شغالين بنسبه 50% وبيروح منا مواطنين او ضباط شرطه او ضباط جيش؟ استاذ مجدي خلينا منصفين. لو بصينا على خريطه الارهاب من 30/6 لحد النهارده، احنا بنتكلم في 14 شهر، موجة الارهاب كانت عالية جدا 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 وانتهت الى اقل القليل دلوقتي. ده حقيقي. دي رقم واحد. رقم اتنين، ما اعتقدش ان في ضابط شرطة او فرد شرطة ما عندوش المسؤولية وعنده الحمية وعنده الباور اللي يخليه ينزل الشارع بقوة. كله حاطط عينيه في وسط راسه وشغال. انا بتكلم في حاجتين. الاولى ان احنا هنا الحلقه دي مش بسوء نيه خالص، وانا قلت لسيادتك وقلنا للمشاهدين ان احنا كلنا في معسكر واحد. والمعسكر الثاني هو الارهاب. تمام. وعارف ان في مجهودات بتحصل، وعارف ان في شغل على الارض بيحصل، وفي ضبط وفي احباط وفي الى اخر هذه القائمه. لكن انا هنا لو قعدت اعدد المزايا يا استاذ مجدي والايجابيات اللي بيعملها جهاز الشرطه، ممكن يكون مش دور الاعلام بشكل كامل. لازم اسلط الضوء على الايجابيات، لكن السلبيات اساسيه علشان خاطر انا امنع واوصل لمرحله اعلى. مع احترامي لراي حضرتك، المواطن اللي موجود في البيت وشاف الارهاب اللي حصل من 30/6 لحد النهارده يا استاذ مجدي، مش محتاجه اوعيه. ما كانش اتوعى في 14 شهر. يعني البلد كلها دخلت في حرب مع الارهاب، يبقى المواطن ده يقعد في بيتهم احسن. مع احترامي للمواطن، تمام. الشرطه لازم في امكانيات توفر ليها، مع يقظه امنيه، مع شغل اعلى، مع خطط توازي العمليات اللي حصلت. اللي هاجم المواطن ما زعلش. لا خلينا نشوف اسهامات الساده المشاهدين على صفحتنا على الفيسبوك. كان السؤال اللي اجبنا عليه، هل تعتقد السؤال اهوت بيقول هل وسائل المواصلات العامة مؤمنة ضد العمليات الإرهابية؟ ده سؤالنا اللي طرحناه في بداية الحلقة، ونشوف الإجابات. الأستاذ مصطفى الهواري بيقول سيد الفاضل لا يوجد بالمرة أي وسائل تأمين لوسائل المواصلات في مصر فيقدر أي شخص على أن يحمل أي جسم من المفرقعات ويدخل بها أي وسيلة من وسائل المواصلات. هذا رأي مصطفى الهواري. مصطفى الهواري برضه بيقول وهناك أمثلة، ده بيكمل، وهناك أمثلة واضحة على هذا، ومنها الأجسام مثل الدخول في أي محطة من محطات المترو، وأيضا محطة قطار رمسيس فهناك بوابة إلكترونية لا يقال عليها أكثر من شكل فيقدر أي شخص من الدخول ومعه حقيبة وعدم وضعها في هذه البوابة اللي هو والمرور بها بكل سهولة. أين وسائل التأمين؟ الأستاذ أحمد نجيب بيقول لو تم تنفيذ الأحكام والضرب بيد من حديد سنهزم الإرهاب. صدام حسين من إيجابياته أنه كان يدمر تماما كل من يعبث بأمن العراق، وكانت العراق مستقرة وقوة لا يستهان بها. ده بقى من دور الشرطة ودور القضاء والأحكام وغيره. أستاذ محمد جمال بيقول أكيد لأ، وأكبر دليل على كده عمليات سرقة قضبان السكك الحديدية.
الاستاذ محمود ابراهيم زغلول بيقول كل اساليب تامين وسائل المواصلات اساليب بدائيه لم تتطور منذ عشرات السنوات، لماذا؟ و100 علامه استفهام. سرقة القضبان اللي اتكلم عليها، احنا جايبين 120 طن سرقة قضبان حديدية قريب من احدى المخازن في طريق بلبيس. طيب استاذه هدى، ردا على بس كلام سياده اللواء، انا مش مطالبه كصحفيه حوادث بالتحديد، وبتعامل مع ضباط مع وزاره الداخليه ككل من زمان، اني اكشف كل يوم او في شغلي كل يوم اطلع تصريحات او تقارير ان في ايجابيات في وزاره الداخليه وان الناس دي شغاله على اكمل وجه بنسبه 100%. لا، دوري برضو بيحتم عليا ان اذا كان في هنا قصور او يحتم عليا اني اكشفه للمواطنين واكشفه للوزاره. من حقي برضو اعرف اجابات على التساؤلات دي، على القصور ده، ان هنا ما عندناش امكانيات، ما عندناش امكانيات ليه؟ ما عندناش شرطه، ما عندناش تواجد امني في الشارع او في محطات القطر او في محطات المترو، ما عندناش ليه؟ انا بس بقول كلمه واحده لضباط الشرطه او الشرطه السريه، او ان الناس دي اوريدي موجوده في المحطات، بس ما فيش ضمير في القيام بمهامهم. يعني انا شفتهم بعيني، الناس دي واقفه مكانها، ماشي اوكي، بينزلوا خدمتهم 24 ساعه فينا بطشيات، بس مش قايمين بشغلهم. البعض التعميم انا حضرتك انا نزلت على مدار 3 ايام محطه مترو، لا مش بقول بصفه عامه، التعميم مرفوض. طيب اكيد التعميم صعب جدا. بشكر حضراتكم جدا سياده اللواء، بشكر حضرتك جدا الاستاذه هدى، الاستاذ يوسف، الاستاذ سامي، الاستاذ ايهاب، بشكر حضراتكم جدا، وبشكر الساده المشاهدين على متابعه هذه الحلقه. وفي الاول وفي الاخر اكيد لما بنحاول نكشف ان هناك قصور لدى اجهزه محدده في الدوله ولدى المواطن المصري نفسه، بيكون هدفنا هو الاصلاح والبناء دائما، واعتقد ان محدش ينفع يزعل من ده على الاطلاق. بشكر حضراتكم جدا، وعندنا حلقه ان شاء الله باذن الله خاصه جدا بكره من لازم نفهم، ويمكن بالصدفه طلعت الحلقه دي بعد الحلقه اللي قلناها النهارده، وهقول لحضراتكم على لمحه منها بسيطه جدا، لان هتكون ربما لاول مره على شاشه التلفزيون ان احنا نناقش في برنامج تلفزيوني قصور وتقصير وتجاوزات الاعلام المصري. لانه اذا كنا طول الوقت والحلقه دي شغالين فيها بقالنا فتره طويله، وهنجيب لحضراتكم على الهواء مباشره كيف يخطئ الاعلام المصري وكيف يتجاوز الاعلام المصري، لانه زي ما احنا بنوجه نقدنا وبنحاول نكشف قصور كل الاجهزه في مصر، فاحنا هنا في لازم نفهم ما عندناش زاويتين للرؤيه، وما عندناش على الاطلاق نظره احاديه لجانب واغفال جانب اخر. لا، ده احنا هننتقد نفسنا قبل ما الناس تنتقدنا، وهيكون عندنا حلقه جريئه جدا على الهواء مباشره بكره حول خطايا الاعلام المصري، وعشان وزاره الداخليه ما تزعلش. صباح الخير.